حلم السفر وترك أوطاننا التي لا تشبهنا، حلم يراود الكثيرين منا ونستطيع تحقيقه لو أردنا. لكن عزيزي المشاهد، احذر من أحلامك، فقد تكون قاتلة. قبل أن تفكر في السفر وتحزم أمتعتك بسرعة نحو بلاد أحلامك، عليك أن تعرف أن هناك الكثير من الأشياء المجهولة وراء كل بلد من بلدان هذا الكوكب المثير. وبالتأكيد أستراليا هي أكثر تلك البلاد المجهولة التي لا يعرف عنها الكثير. لكن أستراليا مع ذلك تمتلك مناخاً كارثياً للغاية بالنسبة للغرباء، فحتى أصحاب البلد هناك يعانون للتأقلم في بلدهم الأم. إن تعداد الوفيات فيها يصل أحياناً لنفس أعداد الوفيات في البلدان المنكوبة التي تعاني من حروب وصراعات متنوعة. فالحياة الطبيعية الواسعة في تلك البلاد خطيرة للغاية لا تحتمل. والآن دعوني أستعرض معكم ما يمكن أن يحدث لأي مغترب أو حتى أصحاب تلك البلد المنكوبة. قد تصادف ثعابين ضخمة تلتهم خفافيش عملاقة أو سحلية بحجم ديناصور تتسلق جدار منزلك في أستراليا. والثعابين الضخمة قد تستخدم مرحاضك في أستراليا في أنحاء منزلك. الشواطاء مليئة بالقروش البيضاء العملاقة. التماسيح تغزو الشواطاء أيضاً في أستراليا.